السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أعرفكم بنفسي، أنا اسمي أمنية. النهاردة هعمل معاكم بقى وصفة سهلة وبسيطة، عشان طبعا احنا صايمين وبننضف، كل سنة وانتم طيبين. هنعمل طبق كبدة اسكندراني ومعاه باذنجان مخلل ومكرونة بالأحمر صوص أو بصلصة الطماطم، وجنبها سلطة طحينة. طيب، هنحط بقى الكبدة مع مادة دهنية كده في الطاسة ونديهم صدمة أول حاجة، ونقلب قلب كده لحد لما ايه الكبده تاخد صدمه وتتشوح كويس. هي شكلها غريب كده شويه، بس لا، هي حلوه جدا على فكره، ممتازه. انا بجيبها من حد بتعامل معاه وواثقه فيه، هي الكاميرا هي اللي ظلمها، لكن هي بسم الله ما شاء الله تحفه. انا باخدها من عند الراجل وبقول له قطعها لي عصافير. دي كبده مستورده مش مصري، مش اللي هي العجالي ولا الكندوز ولا الحاجات دي، لا دي كبده مستورده. بحط عليها بقى حاجة بتخليها مميزة بجد جدا جدا جدا، معلقة كزبرة. وانت بتديها الصدمة اديها معلقة كزبرة، وكمان معلقة كمون صغيرة، وقلبيهم من غير ملح ولا اي حاجة. ما تحطيش الملح في الاول علشان الخطوة دي بتخلي الكبدة تشد، وبعدين كمان بتنشف منك. ودي كبدة عصافير، يعني هدوب تقلبتين تلاتة وهتلاقيها استوت. بعد كده حطيت معلقتين من الخلطة دي، بقى خلطة سرية وخلطة سحرية، وقولي عليها زي ما انت عايزة. عبارة عن توم وفلفل وشوية بهارات. هكتبها لكم تحت في صندوق الوصف. وبعدين كمان حطيت فلفل الوان، حطيت سوري فلفل رومي. الخلطة السرية دي هي اللي بتخلي الكبدة تروح في حتة تانية خالص، بجد بتبقى حلوة قوي قوي قوي. جربوها وهتدعولي. ما تنسوش بقى تسيبولي كومنت حلو كده عشان يشجعني ولا ايه. المهم، بعد كده قلبتهم مع بعض، يا دوب هي تاخد تقلبتين تلاتة كده لحد ما تحسي ان هي خلاص استوت، وتحط لها بقى الملح وسنة خل صغيرة وتطفي عليها. هتبقى كبدة بقى ولا كأنك جايبة كبدة من بره اسكندراني، عظيمة جدا جدا. هتقلبيها كويس، بس اهم حاجة علشان خاطر ايه تستوي ما يبقاش فيها اي حاجة. في ناس بتغسل الكبدة، انا شخصيا ما بحبش اغسلها، لان غسيل الكبدة ده بيخليها تزفر. انا ساعات بغسلها لما بتكون كبيرة، اللي هي في تقطيعة بتبقى اكبر من العصافير شوية، او لو شرايح بحطها في مصفى وادلق عليها شويه خل وملح وكزبره وكمون، وبعد كده بروح نازله مديها الصدمه. هنا بقى بعد ما خلصت خلاص وغرفت، حطيت معلقتين صلصه الطحينه او سلطه الطحينه في عيش. وطبعا الشيف لازم يدوق، مش معقول يعني لازم ادوق عشان اعرف ايه اللي انا عملته ده كويس ولا وحش ولا ايه. بس بصراحه كانت تحفه. وهنا الزعروره وقعت اللي انا كنت حطاها جرنش، وعملت بقى احلى سندوتش كبده، وبجد حلو قوي. جربوها وقولوا لي حلوه ولا لا. وبعدين انا هسيب لكم الوصفه بتاعه الخلطه بتاعه الثوم والفلفل في صندوق الوصف، وهعملها لكم